ورحمة الله وبركاته. قضية اللاعب المحلي في النصر، هل فعلا زي ما نسمع في وسائل التواصل في كل مكان أنه أحد مشاكل النصر في عدم تحقيق البطولات ضعف اللاعب المحلي أو ضعف الدكة؟ طيب، موضوع لجامي، هل فعلا هالموضوع هذا يستحق كل الضجة؟ طيب، سؤال: من اللي حقق الدوري السنوات الأخيرة من بعد 2019؟ منهم الهلال، وقبل سنتين الاتحاد لما حقق الدوري وجاب مع السوبر بطولتين، منهم لاعبين المحليين. مد الله العيال، وين مد الله العيال مع الاتفاق؟ طيب، من في الظهير الايسر زكريا هوساوي اللي حقق معه الدوري الاتحاد، وينه زكريا هوساوي؟ وينه مع الرايد؟ مسعود وينه مع الاتفاق؟ منو في وسط الملعب على مستوى المحاور؟ من فيه الناشري، هذول لاعبين المحليين. وعمر هوساوي اللي خذوه من النصر، هذول لاعبين محليين. طيب، هل الاتحاد حقق الدوري لانه عنده لاعبين محليين مؤثرين؟ لا، حقق الدوري لانه عنده 8 اجانب مؤثرين. فهنا صنع توليفه ممتازه في تاثير اللاعب الاجنبي، حقق الدوري وحقق السوبر. الهلال الموسم الماضي لما حقق جميع البطولات تقريبا المحليه، يعني من فيه لاعبين محليين اللي فارق؟ سالم، غير سالم، من فيه منهم المحاور ناصر الدوسري وكنو، من فيه حتى بيه مدافع متواضع من ناحيه الامكانيات. لكن من اللي شال الهلال الموسم الماضي؟ قيمه اللاعب الاجنبي، تاثيره. النصر لا، نعتقد انه كل مشاكلنا في اللاعب المحلي. انت اصلا 2019 لما حققت الدوري شلون حققته؟ حققته بتاثير اللاعب الاجنبي، لما كونت 8 اجانب كلهم على مستوى عالي. هم لاعبينك المحليين. 2019 سلطان غنم موجود معك، الخيبري اساسي موجود معك حاليا، وعبد الرحمن العبيد، تعرفون عبد الرحمن العبيد اللي عمل الظهير الايسر حقق الدوري معه. الان بوشر افضل منه في الظهير الايسر. لكن ليش احنا حققنا دوري 2019 عشان كونا فريق؟ تاثير اللاعب الاجنبي. طيب، ما بعد 2019 هل احنا كونا 8 اجانب على مستوى عالي؟ لا 20 21 لا 22 23 مرة تنيس رباط ومرة يرجع مشاريبوف، ما كونا فريق. طيب، من اللي صار الواجهه؟ صاروا اللاعب المحلي. نعتقد كل مشاكلنا في اللاعب المحلي. الاتحاد الموسم هذا وتصدر الدوري وطلع الهلال من كاس الملك، منهم لاعبين المحليين. كادش، لو اخذ كادش واعطيه اقول له بعطيكم كادش يا النصر واعطوني لجامي، ترفضوا؟ كادش اساسي. طيب، من غير كادش المباراه الاخيره مباراه الرياض لما انصاب فابينو، خذ موقف فابينو وكانتي، من هو اللاعب المحلي موجود في وسط الملعب؟ الناشري. وش قيمه الناشري عن عبد الله الخيبري؟ ولا شيء. وش قيمه الناشري عن علي الحسن؟ ولا شيء. كل علي الحسن والخيبري كلهم افضل منه. لكن الاتحاد وين قوته الموسم؟ قوته بتاثير اللاعب الاجنبي، وجود 9 لاعبين. 9 لاعبين. العبود ينزل فترات احتياط، واحيانا عبد الله هوساوي. انت الموسم هذا عندك متالق اي ناحيه. وش المتالق؟ سعد حقوي من منتخب الشباب فين واصل النهائي، واحد افضل لاعبينك سعد حقوي لاعب. هذا لو قلنا 3 لاعبين مع 10 اجانب انت الموسم هذا 13 لاعب. 13 لاعب تقدر تكون 11 لاعب مثل السلام عليكم. لكن احنا مشاكلنا نبالغ، نعتقد انه كل مشاكلنا في اللاعب المحلي. الله اكبر، الله اكبر. منهم لاعبين الاتحاد السنوات الاخيره نجوم محليين، ما في نجوم. يا اخي الاتحاد وصل مرحله يتعاقد مع اي لاعب محلي، ان نجح وين فشل الشكوى لله. خذوا يا اخي سلطان فرحان خذوه يبونه محور، فشل مو بالنهايه راح. لكن كل شغل الاتحاد هو على اللاعب الاجنبي. النصر الكلام الموسم القادم اذا كونت 10 اجانب على مستوى عالي وكل لاعب ممتاز في مركزه، انت تقدر تنافس على البطولة. يا اخي الموسم الماضي النصر لما رجع نافس الموسم الماضي. ليش نافس؟ وصلت 3 نهائيات، وصلت السوبر نهائي وكاس الملك النهائي وبعد السوبر النهائي ومحقق بطولة عربية. ليش؟ لانك من بعد 2019 4 سنوات لاول مرة الموسم الماضي كونت فريق جيد. جبت اوتافيو نجم، جبت لابورت، جبت تيلس، بروزوفيتش، ماني، تحسن فريقك صار ينافس، حققت بطولة عربية. الاهلي الموسم هذا لما وصل دور الثمانية من دوري ابطال اسيا، منهم لاعبين المحليين. البيشي ظهير اليمين. طيب، من غيره في وسط الملعب اعطونا لاعب محلي بارز في وسط الملعب. ما في. يعتمدون على فراس بركان كمهاجم بديل ويعتبرون هذا لاعب مؤثر. فراس بركان ولاعب الاهلي الموسم هذا لما هزم الهلال في الدوري
واصل دور الثمانية من دوري ابطال اسيا. تاثير اللاعب المحلي؟ لا، تاثير اللاعب الاجنبي. اللاعب المحلي البارز عندهم فراس بركان. فراس بركان هو لاعب النصر. والاتحاد الموسم هذا متصدر الدوري وماخذين مدافعك عبد الله العنبي، ويفاوضون لاعبك الاجنبي. لكن كل تركيزهم الانديه هذه انه على صناعه فريق بوجود اللاعب الاجنبي. ولا المفترض اني اناقش اللاعب المحلي وانا عندي 10 اجانب. 10 اجانب. انا متى اناقش اللاعب المحلي؟ اقول والله عندي مشكله في اللاعب المحلي. متى؟ 2014 2015 لما فقط في قائمتك في القائمه مسموح فقط 3 اجانب و7 لاعبين محليين. هنا ناقش تاثير اللاعب المحلي. لكن 8 لاعبين اجانب فقط المسموح عندك 3 لاعبين محليين فقط. والموسم القادم احتمال 10 اجانب اساسيين في الملعب. طيب ليش لا يصير موضوعي فقط في اللاعب المحلي؟ ليش؟ انت اصلا انت النصر السنوات الاخيره في كل موسم تصعد لاعبين مؤثرين، لاعبين محليين من الفئات السنيه. انت السنوات الاخيره صعدت ايمن يحيى، الموسم هذا سعد حقوي، وخذيت بسام هزازي محور من اتفاق لاعب شاب عمره 19 سنه. الخيبري لاعب مع المنتخب السعودي، لجامع لاعب مع المنتخب السعودي، بوشة مع المنتخب السعودي. هذول لاعبينك المحليين. لكن هل منافسينك فارقين في اللعب المحلي؟ لا ابدا. الاهلي لما كون 8 اجانب او كون 12 لاعب الاجنبي وصل دور الثمانيه من دوري ابطال اسيا. منهم موجودين في وسط الملعب مع الاهلي، ما اعرف احد في وسط الملعب كلاعب محلي. من هو الظهير الايسر؟ عبد الله العمار، جايبينه من ضمك. لكن في النصر لا. اصلا انت لما جبت الاجانبي وجبت علي الحسن وبعض لاعبينك المحليين، ايش سويت انت؟ ما اخترت 8 اجانب على مستوى عالي، ما اخترت 8 كلهم يكملون بعض، لا ما اكتملوا. انت في احد المواسم جايب عندك ابو بكر مهاجم، وحمد الله مهاجم، وترسكا عندك مهاجم، 3 مهاجم، وبعده جاي محمد جوناثان مهاجم. ما كونت 8 اجانب. فالاجانب جاب وقت كثرة تغيير الفريق بين مدربين وبين لاعبين. ما كونت فريق اصلا، ما كونت فقط الموسم الماضي 2019 وجلست 4 سنوات بدون فريق وكونت الموسم الماضي. لكن دائما انا لما اناقش اللاعب المحلي واعتقد انه هذه مشاكل النصر في اللاعب المحلي، اسال سؤال، شوفنا من منافسينك اللي حققوا البطولات منهم. البليهي كارثي هالمدافع، وانا مقتنع قناعه تامه من قبل 4 سنوات و5 سنوات انه مدافع كارثي. لكن قوه الهلال في وسط الملعب، الهلال فريق هجومي يستحوذ يسيطر الكره دايما معه، يخفف السلبيات على البليهي، يخفي سلبيات البليهي. ولا لما تاخذ الجامي كمدافع من ناحيه الامكانيات وتاخذ بليهي من ناحيه الامكانيات تبي تفضل الجامي عليه. لكن بالنهايه انت عندك مدافعين اجانب، محمد سيماكان، لابورت، اساسيين هذول. لكن كمل فريقك في اللاعب الاجنبي، ومع تاثير اللاعب الاجنبي يكون وراهم مدرب شاطر. اليوم 10 اجانب واعتقد انه مشاكلي. يعني انا اسمع اول سيرول تركي والله ما نحقق بطوله ومعنا عبد الله الخيبري، ما نحقق بطوله ومعنا نصليه. الله اكبر. الاتحاديين معهم مش يتناقشون اللاعب المحلي من كل مشاكلهم. يا اخي لما يتعثرون الاتحاد المباراه الاخيره مستلمين ديابي لانه لاعب اجنبي، ما متكلين عليه بعد الله، متكلين على كريم بنزيما، على فابينو، على كانتي، على ميتاي الظهير الايسر. هذول اللاعبين الاجانب المؤثرين، على برجوين. فانت خل تاثيرك في قيمه اللاعب الاجنبي، الرقم 1 رقم 2 رقم 3. ما عندي شك في 19 انه بيحقق الدوري بقيمه تاثير اللاعب الاجنبي ابدا. هم نفسك لاعبينك المحليين، بالعكس زدت عليهم لجامي، زدت عليهم علي الحسن، زدت عليهم ايمن يحيى، زدت عليهم سامي النجعي، سعد حقوي، بوشل. هذول لاعبينك المحليين لو زدت عليهم من بعد فتره 2019. لكن بالنهايه انا وهذه وجهه نظري انه ما اخذ كثير قضيه اللاعب. انا كل تركيزي على اللاعب الاجنبي. خلاص بوجود 8 اجانب ووجود 10 اجانب لا، انت كافي العدد هذا انك تحقق بطولات. يعطيكم العافيه. سلام عليكم.